عمرك حسيت ان الناس بتحكم عليك غلط اول ما يقابلوك؟ انهم بياخدوا عنك فكرة سلبية وبعد ما يعرفوك بيحبوك. طب ليه ده بيحصل؟ خليني اقولك. الموضوع ده ممكن يكون له كذا سبب. يعني مثلا ممكن يكون ليه سبب نفسي او سبب اجتماعي. زي مثلا الانطباع الاول المشوه ده. يعني ممكن شكلك او طريقتك في الكلام تدي للناس احساس معين انك مش حقيقي. تاني سبب هو لغة الجسد ونبرة الصوت. ساعات الناس بتفهم تعبيرات الوجه ونبرة الصوت غلط، فبيحسبوا انك شخص جاف او بيقولوا عليه ايه، معتال، حاجة زي كده، اللي هي يعني ايه، آه، بارد المشاعر. عارف انت الشخص البارد كده الاتم في نفسه، هي دي. والسبب التالت ان الناس بتحكم عليك بسرعة. كتير مننا بيحكم على غيره من غير ما يتعامل معاه فعلا، وده بيكون مبني على توقعات مسبقة او خبرات سابقة. رابع سبب معانا هي شخصيتك. شخصيتك قوية او مختلفة. لو عندك شخصية واضحة او مختلفة عن المألوف، ممكن ده يخلي البعض يحس بعدم الارتاحية في الاول. يعني ما بيبقاش مستريح معاك كده في الكلام. بس بعد ما بيعرفك بقى بياخد عليك وبتقعدوا ترغوا طول الليل يعني مع بعض. خامس سبب للموضوع ده المجتمع اللي بيأثر. المجتمع بيأثر على على الناس اللي فيه. لو في ناس اتكلمت عنك بشكل معين او كان في اشاعات، ده ممكن يخلي الناس تكون فاكرة، يعني او تكون واخدة فكرة مشوهة عنك. يعني مثلا تخيل في واحد ما بينك وبينه عداوة مثلا، او اي خلاف بسيط، تمام. ممكن يبقى هو قاعد كده مع زمايله ويقعد يجيب في سيرتك ويقول عنك كلام وحش وكلام ما حصلش. فكل اللي قاعدين هم ما يعرفكش، بس سمعوا عنك كلام وحش فخدوا عنك فكرة غلط تماما او فكرة وحشة خالص. عكس ما انت يعني خدوا عنك فكرة تانية خالص عكسك انت بقى. الموضوع ده بيدينا درس مهم جدا. ما تحكمش على حد قبل ما تعرفه. وانت حصل معاك موقف زي ده قبل كده، صح؟ اتمنى انك تشاركني بيه في الكومنتات. سلام.